والله انا بفكر مثلا اجيب واحده قدام اصحابي وان شاء الله ممكن، بس لو كانت واحده حلوه ماشي، واحده حلوه وحشه لا. ممكن مهرجان البوسه فاهم قصده يعني ايه؟ تشارك ولا لا؟ ما خبر تشارك قدامك. في المهرجان ده ولا لا؟ ده خبر نازل، هتشارك ولا لا؟ هو في كليه التجاره صح؟ يا جدع مش مصدق والله مش مصدق. يعني انت هتشارك ولا لا؟ مش عارف مش مصدق والله. يا لا مش عارف اقول له ولا لا. لا مهرجان البوسه ها؟ ايه المشكله يعني؟ انت جاي؟ جاي. خلاص جاي. جاي. هو تابع ليه؟ حاجة بس طبعا مع المجتمع اللي احنا فيه ولا الثقافات ولا مجتمع الجامعة اللي احنا فيه. جابر نصار كاتب على صفحته امبارح طبعا هيتصدوا لكل الكلام ده بحزم. تقولوا ايه طيب للي عمل الايفنت ده؟ هم مش متربيين، ده مش تربيه بس مش اكتر. تقول لي اللي عمل مش مقتنع. ليه؟ صعب ولا صعب ليه؟ كده ما ينفعش. طب وتقول ايه للي عمل او اللي عامل الدعوه دي؟ تصرفوا بقى مع بعض. ايه؟ تشارك بيه؟ هو ده هيشارك. ها؟ مهرجان البوسة انا سمعت الحوار ده قبل كده. تشارك ولا لا؟ تشارك بيه؟ اشارك ازاي يعني؟ شارك فيه، ما هو بيقول لك 2 وواحد وولد وانتوا مخطوبين وبتاع يبوسوا بعض. بص على ليه؟ الخد، حاجه غريبه. ليه؟ ليه؟ لا عادي يعني، بس ممكن انا ما بجيش الجامعة كتير وكده. انت مش هتشارك عشان ما بتجيش الجامعه. صباح الفل. القاهره ان كل واحد مخطوبين او مرتبطين يبوسوا بعض في ليله راس السنه، بوس على الخد يعني. مش اشارك في ازاي بقى؟ لو موجود فعلا هتشارك؟ لا طبعا. ليه؟ علشان حاجه ما تنفعش يعني، وبعدين الناس بتعمل ايفنت عن حاجه نستفاد منها، انما حاجه زي كده تافهه قوي يعني ما ينفعش نتعامل معاها. هتشاركي؟ اكيد لا طبعا. ليه؟ ديني بيمنعني من حاجه زي كده. طيب تقولي بص انا شفت الضجه اللي حصلت عليه وانا ما كنتش مقتنع بيها تماما، وافوروا قوي بصراحه، وجابر نصار هذا عبث ومش عارفه ايه. ماشي اوكي، ممكن يكون ده مش عاداتنا وتقاليدنا، بس هي ممكن ما تحصلش في الحرم الجماعي. بس انا لو شفت اتنين بيبوسوا بعض عادي في حته جوه، انا مش يعني انا بالنسبه لي مش اللي هو هوش ايه ده، ما خلاص يعني. بعدين مهرجان البوس ما فيش حاجه اسمها مهرجان بوس، لانه انا مش هاجي ابوس حد وخلاص، هو مش زيطه يعني. هبوس حد لو انا ناوي ابوس هبوس حد خلاص. فانا شايفه ان هم افوروا قوي بصراحه، وادوا الموضوع كلام اكتر من حجمه، وبيهتموا ستيل زي الناس اللي بتقعد تربط دي لابسه ودي عامله وده بيبوس وده بيحضن، كلها حاجات بيرسونال مالناش دعوه بيها بصراحه. تمام. الكلام ده ما ينفعش اعمل حاجات خالص اللي انتوا بتقولوا ده. طب تقولي ايه اللي عمل الايفنت او شخص تافه والله، شخص تافه. اوكي. في المهرجان؟ لا مش هشارك في المهرجان لانه ده هبل وده ضد الدين اساسا. يعني ايه ابوس واحد صاحبي او ابوس يعني حد انا ما اعرفوش؟ يعني ازاي داخل حرم جماعي؟ يعني ده مش لوجيك هو اساسا. للمخطوبين والمتجوزين؟ لا هو كانت الايفنت مكتوبه للمرتبطين بالظبط. يعني ايكوال المصاحبين وللمخطوبين. اما انا ممكن يعني الخطوبه تتفركش اساسا، يعني ابوس واحد انا ما اعرفوش ايه ده. تشاركي ولا لا؟ ليه؟ اروح ابوس يعني ابوس في اي حته لازم كده، مش حاجه تافهه جدا يعني. بعدين عيب. لا مش شايفه، ليه؟ مش شايفه حاجه كويسه يعني، طب بتقولي له ايه اللي نظم؟ وده مش حاجه اصلا تحصل في جامعه يعني خالص. تقولي ايه اللي نظم الايفنت؟ معدوم.